اهلا بكم مره تانية في حلقه جديده. هنتكلم النهارده عن انواع حسابات الدولار في البنك الاهلي المصري ومميزاتها. بس قبل ما نكمل الحلقه يا ريت نعمل لايك للحلقه كتير جدا وسبسكرايب للقناه لو انت بتشوف الحلقه اول مره، وشير كتير جدا الحلقه وانت شايف ان الحلقه مفيده بالنسبه لك. ضروري جدا اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب لان ده بيدعمني بان انا اقدر اوصل لكم معلومات جديده واستمر في القناه عندي. تمام. نكمل حلقتنا. حسابات الدولار جوه البنك الاهلي المصري هما نوعين من الحسابات او 3 انواع: حساب توفير عادي، وحساب طبعا بالدولار، وحساب توفير وحساب توفير دولار، يعني توفير بجوائز. ده بيخش سحب كل سنة. وحساب الجاري، وهو الحساب الجاري اللي هو العادي. تمام كده. طيب، ايه الفرق؟ ايه الحاجات اللي بيتفق فيها التلاتة؟ يعني التلاتة بيتفقوا في ايه؟ رقم واحد ان التلاتة مصاريفهم، يعني الحد الادنى ليهم واحد، لأن كل واحد فيهم الحد الادنى ليه 100 دولار. تمام. ولا يتم احتساب وكمان وبالنسبه لي التلاتة مصاريف الحساب اول ما بناخد بيتخصم مننا 5 دولار، وبعد كده بيتخصم 4 دولار كل 3 شهور بمعدل 16 دولار في السنه. ركز جدا في المعلومه دي. بيتخصم كل اول ما بتفتح 5 دولار من ال 100 دولار اللي انت بتحطها. يعني انا بفتح الحساب بحط فيه 100 دولار، بيتخصم منه كام؟ حوالي بيبقى بيصفهم تاني في ساعتها على طول 95 دولار. وكل 3 شهور بيتخصم 4 دولار بمعدل، لو جمعنا ال 4 دولار لكل 3 شهور بمعدل 16 دولار كل سنة. تمام كده. طيب، تعال نشوف نتعمق أكتر في الموضوع. زي ما احنا شايفين، انا هنتكلم عن مواصفات حسابات توفير الاطلاع بالدولار وباليورو كمان. هنبدأ الأول بإن الأشخاص طبعا المطلوب، يعني اللي ممكن تفتح حساب الأفراد المصريين وكمان الأجانب، بس طبعا بشروط معينة. والقصر اللي هو مثلا بولاية الأب أو الأم أو ما شابه ذلك. تمام. وأي شخص طبعا ممكن يفتح حساب بالدولار. الحد الأدنى لحساب الدولار 100 دولار، والحد الأدنى لحساب اليورو 100 يورو. وزي ما اتفقنا بيتخصم 5 دولار أو ما يعادلها بعملات التانية أول ما تفتح الحساب. بعد كده كل 3 شهور بيتخصم 4 دولار وما يعادلهم بالعملات التانية سواء اليورو أو خلافه كل 3 شهور بمعدل 16 دولار في السنة. ماشي. طبعا هنا من ضمن عيوب الحساب الدولار بصفة عامة هنا او اليورو في البنك الاهلي انه لا يوجد ليه كارت اي تي ام. وكشف الحساب بتاعه طبعا بيطبع وقت ما تروح الفرع عايز تعمل كشف حساب على الحساب بتاعته عادي. التحويل على الحساب عادي ممكن تحول عليه. اصدار دفتر الشيكات غير مطبق بالنسبة لحسابات التوفير، ولكن مطبق عادي بالنسبة لحسابات الجاري اللي احنا كنا قلنا عليها من شوية. والجوائز هنا غير مطبق، ولكن في عندنا حساب تاني جوائز برضه هو نفس المواصفات بالظبط بنفس كل حاجة. بيبقى فيه الجوائز، نظام الجوائز فيه مطبق. تمام كده. الحد الأدنى لحساب الفايدة بيبقى 100 دولار سواء و100 يورو في حالتين. يعني مش يعني الفايدة بتبدأ تعد على حساب التوفير بعد ما الحساب بيوصل ل 100 ايه ل 100 دولار. اقل من 100 دولار مفيش فايده بتتحسب. طيب، الفايده بتبقى عباره عن ايه؟ ننزل تحت كده نشوف. الفايدة بتبقى عبارة هنا 1 في 1000 بالنسبة لحساب الدولار. يعني ايه 1 في 1000؟ يعني بمعنى يعني كل 1000 دولار عليهم 1 دولار. تمام كده. كل 1000 دولار عليهم 1 دولار في السنة. طبعا فايدة قليلة جدا مقارنة حتى كمان بالسعر اللي هو بالمصاريف بتاعت الحساب. بالنسبة لحساب التوفير اللي هو التوفير الدولاري. تمام كده. احنا قلنا 1 في 1000. وبالنسبه لحساب التوفير اللي هو اليورو. تمام. بيتحسب بالنسبه لحساب التوفير اليورو بيتحسب 15 في الألف على حساب التوفير. ده 1 في 1000 وده 15 في الألف. تمام كده. طيب، ده كده كل يعني البيانات. وبالنسبة لطريقة احتساب الرصيد الخاص بالفايدة بيتحسب على أقل رصيد داين خلال الشهر، ويتم التعلية سنويا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو كل شهر مثلا، على سبيل المثال أول شهر مثلا أنت كنت عامل كان ليك 100 دولار. ماشي. يعني هنشرحها كده بمثل عملي كده مكتوب. إحنا كنا أول شهر مثلا معانا 100 دولار، ده مثلا ويكن 100 دولار ده في شهر واحد. يعني جيت في شهر واحد كان معايا 100 دولار. شهر اتنين كان معايا مثلا 200 دولار. شهر تلاتة بقى 105 معايا مثلا على سبيل المثال. مثلا 50 دولار. شهر 4 بقى معاه 100. ماشي. بجمع الأرقام اللي هي المتوسطات دي كده، 100 زائد زائد 200 زائد 50. ماشي. 100 زائد 200 زائد 50 زائد 100.
وبقسمهم على عددهم، اللي هو طبعا يعني مثلا هو طبعا لغايه المفروض على 12 شهر بجميع الحركات، بقسمهم بقى على 12. متوسط الرقم اللي بيطلع ده كده بضربه في 1 في الألف. تمام كده. دي طريقه حساب الفايده بمنتهى البساطه وبمنتهى الهدوء كده يعني. تمام كده. احنا بنجمع الرصيد يعني ايه، بيقول لك هنا اقل رصيد داين، يعني اقل رصيد كان موجود في حساب كل شهر، بيقوم بيجمعه كل شهر. يعني مثلا كل شهر واحد مثلا كان $100، الشهر اللي بعده كان 200 وهكذا. فبيجمع اقل رصيد كان موجود وبيقسمه على كام، وبيقسمه على عدد الشهور اللي عدد فيها الايه الحساب داخل اللي هو داخل عدد الشهور، عشان يطلع متوسط. بقى المتوسط اللي بيطلع بيضربه في 1 في الألف. تمام كده. يعني المعدل تقريبا $1 على كل ايه، على كل $1000 في السنة. تمام كده. طيب المتميز في حساب الدولار، في حساب الدولار الجاري اللي هو الجاري، وهو ان حساب الجاري ممكن تطلع عليه دفتر شيكات ماشي، وان اللي هو انا مش شايفه منفعه الا في دفتر الشيكات فقط لا غير. ماشي. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ ان حساب التوفير اللي هو حساب الجاري والتوفير معنى اصح، حساب التوفير عليه فايده، اما حساب الدولار ما عليهوش فايده. ده شوف اي حساب في اي بنك يقول لك ده حساب جاري وحساب توفير، الفرق بين الاثنين دايما بيبقى نفس المصاريف. يعني ده عليه مصاريف وده عليه مصاريف، يعني ده عليه مصاريف $5 اول ما تفتح و$16 في السنه، وده برضو عليه نفس الكلام. الفرق بين الاثنين ان ده بيبقى عليه اللي هو حساب التوفير عليه فايده، اما حساب الجاري ما عليهوش فايده. تمام كده. نبدأ نتكلم عن ايه الجوائز اللي بيخشها حساب الايه التوفير بالدولار. زي ما احنا شايفين يا جماعة، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم، ان حساب التوفير وحساب الجوائز والحساب الدولاري بيتم عمل سحب سنوي في ذكرى تأسيس البنك 25 يونيو من كل عام. بيتم السحب سنويا في ذكرى تأسيس البنك في 25 يونيو من كل عام على جائزة كبرى مقدارها $25,000. السحب الشهري لكل 50 فرصة، يعني كل $50 بيتعمل له سحب. تمام. وفي السحب الشهري بدون حد أقصى على الجوائز الآتية: عدد جايزة واحدة $5000، وعدد 2 جايزة قيمة كل جايزة 2500، وعدد 5 جوائز قيمة كل جايزة $500، وعدد 25 جايزة قيمة كل جايزة $100، وعدد 100 جايزة قيمة كل جايزة $50. دي كده طريقة السحب والفئات والجوائز المسلمة الخاصة بحسابات الدولار أو حساب الجوائز بالدولار. واتفقنا الحساب الجاري يبقى الميزه الوحيده اللي موجوده فيه ان هو بيطلع دفتر شيكات فقط لا غير، وطبعا مع عدم مع ملاحظه ان المصاريف الخاصه بالاتنين هي واحده. اتمنى تكون الحلقه في كده لغايه النهارده تكون خلصت حلقه النهارده. اتمنى تكون الحلقه فادتكم، ان شاء الله بكم في حلقه جديده، ومع السلامه.